تأسيس مواسير التكييف. تأسيس مواسير التكييف من أهم الحاجات اللي أنت ممكن تعملها في مرحلة تأسيس الشقة. حتى لو أنت مش ناوي تشتري التكييفات دلوقتي، مش هتحتاج تأسس التكييف لو أنت هتركب التكييف باك تو باك، يعني الوحدة الداخلية في ظهرها على طول الوحدة الخارجية. وهنا احتمال تظهر مشكلة متكررة، وهي تداخل ستارة الشباك مع الوحدة الداخلية للتكييف، إلا طبعا لو أنت عامل حسابك في التصميمات ليها من الأول وعامل حساب كل حاجة. طبعا أنت بتحدد مكان التكييف على حسب الفرش والديكور اللي بيتعمل في كل غرفة. كمان تأسيس المواسير النحاس بشكل مناسب بيخليك تقدر تحط التكييف بتاعك في المكان اللي انت عايزه بالظبط في الغرفه. والمواسير دي طبعا بتكون واصله من الوحده الداخليه للوحده الخارجيه. اللي بيعمل الشغل ده هو فني التكييف، وطبعا لازم يكبس لك المواسير وتتاكد وانت بتستلم ان كبس المواسير مظبوط عشان تتاكد ان المواسير ما فيهاش اي مشاكل من جوه. وطبعا انت بتعمل جنب كل تكييف ماسوره صرف، دي بتبقى بسمك 1 بوصه اللي بيأسسها لك السباك. ماسوره صرف التكييف بتكون ماسوره UPVC مش ماسوره بوريبولين، وبتصرف على اقرب بيبه او نقطه صرف موجوده جنب الوحده. طبعا يفضل بعد ما انت بتخلص التأسيس ان انت بتقفل المواسير عشان تتاكد ان ما يدخلهاش اي رواسب او اي حاجه وانت بتشطب وحدتك. بالنسبه لتاسيس الكهرباء اللي بيعمله لك الكهربائي، وبيكون عباره عن مفتاح للتكييف ومخرج للكهرباء، وطبعا ده بيكون رايح على الكباس او الفانه حسب نوع وموديل التكييف. قول لي بقى، عملت تاسيس لتكييفك ولا لسه؟